أسرار ومعلومات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا إخواني أخواتي الأعزاء الغاليين متابعين قناة عمي الحداوي أسرار ومعلومات. القضية ديالنا ديال اليوم واحد القضية اللي حاروا فيها المحققين كيفاش يوصلوا للحقيقة، ولكن بفضل الذكاء ديال رجال الدرك غادي توصلوا الفاعل الحقيقي في الجريمة. جريمة بشعة بمعنى الكلمة. هذا واحد المحل بحال الديبو، كاين في واحد القرية محل كبير، ديبو كبير، مولاه تيدير فيه داكشي ديال العود ديال البني او الماتيريال او المواد ديال البناء، تيكري داكشي دوك الناس اللي تيبغيو يبنيو. محل كبير وفيه جوج ديال العساسة، واحد تيعس من هاد الجهة وواحد تيعس من جهة أخرى، يعني جوج ديال البيبان، كاين باب من اللور وباب من القدام. في يوم من الأيام جا مول المحل عند لي جوندارم تيشكي عليهم، قال لهم اودي واحد العساس عندي راه لقيناه مقتول. كيفاش وعلاش؟ شكون اللي قالها لك؟ قال لهم اودي راه عندي واحد العساس اخر هو اللي جاب لي هذا الخبر. فعلا الرجال ديال الدار غادي ياخذوا الاذن وداكشي، غادي يجيو باش يشوفوا هاد الجريمه هادي. تلقاو الراجل نيت فعلا مقتول. ملي قلبوا لقاو يعني المحل يعني ما مفروع، ما البيبان ما تا شي حاجه ما وقع لهم، يعني الباب محلول من الداخل. ولقاو واحد الرافعه، تعرفوا واحد بحال الرافعه تتكون صغيره تتهز ثقل، يهزوا بها العود يهزوا بها داكشي ثقيل بحال التراكس، ويا تقول رافعه صغيره على برا خارجه من هذاك الهونغار، من هذاك الكراج، يعني خارجه من الداخل ومحطوطه تم، لانها تتبات هي الداخل، البيبان تيباتوا مسدودين. لان دوك العساسات يجيو دابا في الليل مع ديك 6 ولا 7 تيدخلوا تيسدوا عليهم، تيبقاو حتى الصباح بين ما جا مول المحل. هذيك الرافعه ديال من شكون اللي تيخدم فيها؟ ملي سولوا العساس الاخر الثاني وسولوا الاب، لان ديك الرافعه ديال ولد مول المحل هو اللي تيخدم بها، هو اللي تيهز بها. سولوه اش هاد الرافعه كانت لداخل وكيفاش تخرجت برا. المهم هادشي اللي بغاو يعرفوا. هنا ملي بداو تيسولوا ولد مول المحل، قال لهم اودي بانني عندي واحد الخدمه اخرى اضافيه تنديرها في المحل عندنا كبير وكاين اتساع، تنبيعو نشري في المواطر ديال السيارات. كانوا عندي هنا 5 ديال المواطر ديال السيارات وبعتهم وتخلصت ما عند مواليهم، دابا ما كاينينش. هنا غادي يبدا البحث. سولوا مول المحل هاد العساس هذا اللي صاب مقتول شحال هو خدام معاك؟ قال لهم تقريبا دابا شي شهر. سولوه واش كان عندك شي واحد قبل منه؟ قال لهم فعلا كان واحد عندي هنا ولكن ما بقاش معايا، لانه يمكن نقلب على شي خدمه اخرى بالنهار ما بقاش تيخدم فيها فجد هذا. وهذا ما تيسكنش هنا في هذه النواحي، يعني تيسكن في منطقه اخرى بعيده. العساس الثاني اللي شاف المقتول هو اللي تيسكن في هذيك الناحيه حداهم. هنا بداو تيسولوا فيه. المهم من بعد ما هزوا هذاك المقتول وغادي يديوه يعني باش يديروا التشريح وباش داو مستودع الاموات باش يديروا الخدمه ديالهم، بداو تيسولوا في العساس الثاني. قال لي انت تتعس هنا، اذا في الليل راه تيكون يعني ثقيل، ما سمعتيش هذاك الرافعه ملي خدم؟ قال لي مودي ما نكذبش عليكم، دابا انا حيت عندي واحد البراكه في الليل تنتخشى فيها، المهم عندي واحد الراديو تنخدمو وتنبقى تنصنت ليه وتنطيب بريري ديالها تاعي وتنبقى ديال الطريقه ديالي. وقال لي كيفاش نطي من البلاصه ديالك وجيتي حتى لعند العساس الاخر باش لقيتيه مقتول؟ قال لهم حقا طيبتها تاعي
وبغيتو يشرب تا هو شي كويس، جبت ليه كويس ديال اتاي. الوقت اللي جيت عنده لقيتو مقتول فيها. فاش قال لهم نط، مشيت هزيت البيكالا ديالي ومشيت عند مول الشي حيت هو تيسكن قريب، وعلمتو بهذاك الخبر. هنا بقى الشك في العساس الثاني. المهم رجال الدرك جاو المسؤولين داروا الخدمه ديالهم، خادوا البصمات لا من هذيك الرافعه ولا من هذاك الباب وداك كاع، يعني داك الشيء اللي قريب داروا الخدمه ديالهم، خادوا البصمات والبصمات تيتعطلوا شويه. هنا عاود رجعوا لهم تاني، قال لهم هذاك العساس اللي كان قبل من هذا اللي مات فين تيسكن؟ قالوا لي ودي تيسكن، عطاو النعت ديال هذاك، مشاو ليه دقوا، خرجت لهم المراه ديالو، سولوها، قالت لهم ودي راه خدام، راه ولا خدام ولا تيخدم بالنهار. المهم عطاتهم التوقيت فاش تيجي، فعلا غادي يجيو، وقالوا لي ودي الا جا قول لي يجي عندنا، ولكن من بعد ما جاش هو غادي يمشي، هما غادي يمشيو ليه. بداو تيبحثوا فيه، علاش خرجتي؟ قال لهم ودي انا ما نكذبش عليكم، كنت خدام تما بالليل، جاب الله واحد الخدمه بالنهار وزايده شويه الثمن على الخدمه الاخرى، مشيت لها. قال ليه دابا مع البحث بقاو تيبحثوا فيه، داو معاهم تيبحثوا فيه، غادي تقول لينا فين كنتي في هذيك الليله وفي النهار مع من تلاقيتي، وشكون شافك وشكون شفتيه. المهم بقاو تيبحثوا فيه، خادوا منه تقريبا داك التوقيت كله ديال من 6 الفوق حتى الصباح، فين مشى ومع من تلاقى، عطاهم داكشي كلشي بالتدقيق وداكشي كله تسجل. المهم خادوا منه معلومات، هنا خلاوه لان ما عندهمش الحق دابا يشدوه، لان باقا ما تبتاتش عليه شي حاجه. مشاو بحالهم. فين غادي يبدا البحث؟ هنا بداو تيفكروا كيفاش. هنا الشك ولا كله في العساس الثاني. القضيه ديال البصمات تعطلات، بقاو تيقلبوا تيبحثوا، المهم ما توصلوا حتى شي حاجه. دازت واحد المده، النتيجه ديال البصمات خرجات. المهم قبل ما يخرجوا البصمات سولوا الولد هذوك الماطر لمن بعتيهم؟ قال لي ما ودي بعتهم من واحد عنده محل في لافيراي، ولكن ما داهمش، اللي داهم راه هو اللي قتل العساس. قال لي تدينا عند هذا اللي شرى من عندك الماطر نشوفوه. علاش بغاو يمشيو؟ باش يتاكدوا اللي يكون هو اللي جا خد دوك الماطر. فعلا غادي يمشيو معاه، ومشى معاه الاب ديالو، مشاو لهداك المحل، مشاو عند مول المحل، بداو تيسولوه واش شريتي شي ماطر من عند هذا الماطر؟ قال لهم شريت ما عندهم ماطر، يعني تقريبا 5 ديال المليون خلصتو الماطر، يعني درت معاه باش غادي نجي نديهم. هنا بداو تيديروا البحث ديالهم، دخلوا للمحل لان خادوا الاذن، دخلوا للمحل لعل وعسى يلقاو دوك الماطر تما. المهم ما لقاو والو. هذاك مول اللي شاري قال لهم اودي انا راه شوفوا، انا بكل الصراحه انا راه ما نعرفوش الماطر يتخونوا ليه ولا يدبر هذاك شغلو هذاك انا. المهم رجع لي فلوسه، قال لي شوف حنا ماشي في هذا الكلام دابا، المهم هذاك الشيء بينك وبينه. داروا البحث ديالهم، داروا داك الشيء اللي بغاو يديروا ومشاو بحالهم. فيها باش قلت جاو البصمات. المهم ما لقاو لا ماطر لا والو عند هذاك اللي في لافيراي. جاو البصمات، اش غادي يلقاو في البصمات ديال هذيك الرفاعه اللي تتهز؟ انا عارف تيكون عندها واحد جوج ديال الحديدات بحال هكا تتهز، راه تكون في شركات، تكون يعني بزاف ديال المعامل. لقاو البصمات ديال ولد المول المكازا، ولكن غادي تصدموا، كاينه واحد البصمه تما برانيه. ديال من؟ غادي تستغربوا. كاين بصمات ديال خو العساس، هذا اللي باقي، اللي قال لهم انا اللي لقيت العساس الاخر مقتول. هنا تصدموا، سولوا مول المحل وسولوا ولدو واش خو العساس تعرفوه؟
قالوا لهم لا ما تنعرفوش، ما عمرنا عرفناه ولا شناه. هنا القضية غادي تثبت. اش داروا؟ غادي يمشيو ديريكت للعساس، لأن العساس تيكون بالنهار ناعس حيت تيخدم بالليل. قبل ما يمشيو لخوه مشاو ليه هو، دقوا عليه في الدار، خرج المراه ديالو قال لها بغينا فلان، فيقاتو جا عندهم قال لها تمشي معنا، داو معاهم. هنا غادي يدخلوا معاه في المسقي. شوف قالوا ليه بلا ما تراوغ بلا ما تكذب، المهم الا بغيت تخفف على راسك خوك راه تعرف، الراجل اسمع خوك راه تعرف، الوجه ديالو صفار، القنانف ديالو نشفو، ما عرف راسو باش تبلع. قال لهم قالوا ليه دابا غتحكي لنا غادي. صافي ما بقى عنده فين يهرب، وبدا تعترف لهم. قال له ودي ما نكذبش عليكم، خويا خدام مع واحد تا هو عنده محل في لافيراي، وعنده واحد الكاميو صغير ديالو تيهزو فيه داكشي الماطر وداكشي ديالو. اتفقت انا وياه باش غادي يجي عندي من ورا الوحده، وغادي نعطيه انا دوك الماطر باش يديهم. وقالوا لي كيفاش حتى لقيتي هذاك مقتول وشكون يقتلو؟ قال لهم ما نكذبش عليكم، انا عندي واحد الموس كبير بحال السيف، هزيته معايا وفي الليل مشيت تنتسلت ليه، هو تيشوف الجهه الاخرى، جيتو من اللور ونزلت عليه للراس، لان ديك الضربه اللي تضرب في الراس هي اللي كانت السبب ديال الوفاه ديالو، نزل عليه بواحد السيف طويل با للراس. فيها من ورايا غادي يجي خويا، وغادي هو اللي هز ديك الرفاعه وهز دوك الماطر ودارهم في داك الكاميو ديالو ومشى. هنا كانوا باقيين ما مشاو لعند خوه، المهم جاو خادوا منه هو الاعتراف ديالو. هنا بقاو شادين وما طلقوش، عطاهم فين كاين خوه، فعلا غادي يمشيو لخوه غادي يشدوه. فين درتي الماطر اللي ديتي؟ بغا يبدا يتملص ما يكذب، المهم لقى راسو حصل به، قال له لي راه خوك راه عطارف بكلشي. قال لهم اودي ما نكذبش عليكم، راني بعتو من المعلم ديالي اللي خدام معاه بشحال، بجوج ديال المليون، هما تباعوا بخمسة المليون، يعني 3 المليون اللي ناقصه. شوف الطمع وشوف بنادم علاش تيقلب. فعلا غادي يمشيو لمول هذاك المحل، هادشي كله بالاذن ديال النيابه العامه. دخلوا للمحل تيقلبوا لقاو دوك الماطر تما، سولوه مول المحل، قالوا ليه منين جاوك هاد الماطر؟ قال لهم اودي هاد الخدام هذا عندي هو اللي جابهم ليا، شريتهم من عنده. قالوا ليه هاد الخدام هذا راك عارفو ما عندوش، ما عرفتيش منين جاو الماطر؟ قال لهم لا انا شريت من عنده، بغا يبدا ينكر. قالوا لي ما يمكنش، الماطر راك عارفهم شحال تيسوا وغادي تشريهم بهذا الثمن هذا، وعارف بان هذا الخدام اللي عندك يعني تيصورها حتى الاجره من عندك انت، منين غادي يجيو الخمسه ديال المواطن؟ بدا تيتردد في الهضره. المهم الراجل ما لقاش فين غادي يهرب من الاسئله ديالهم. هنا القضيه تبتات. المهم كلشي وصل النيابه العامه، اش غادي يديروا؟ المهم خصهم يمشيو يديروا اعاده الكارثه، كيفاش اعاده الجريمه. انا غادي يمشي الاخر، قالوا لي فين هو السيف اللي كان عندك؟ قال لهم نحتو اداه الجريمه. فين لحتيه؟ قال لهم في واحد الواد راه قريب لينا حدا شي قصب. مشاو يقلبوا بواحد المشقه باش لقاوه، باش جابوه تاني باش تعاود لهم كيفاش جا وكيفاش ضربوا. المهم تعرفوا ديك كيفاش تعاود الجريمه. المهم كل شيء بان. شكون هو المجرم؟ المجرم هو العساس اللي كان عندهم قديم، هو اللي اتفقوا اخوه، لانه شاف المطر وعرفهم شحال تيجيبوا الثمن، واتفقوا مع اخوه باش يديهم. هنا
كل شيء تبت عليهم. غادي يتحكموا الخوت بجوج بالمؤبد، وغادي يتحكم اللي شرى الماطر بعامين ديال الحبس. شوفوا الخوت، شو الطمع فين تيوصل بنادم. علاش قلت لكم انا هاد القصه او القصص اللي تنتكلم عليها دائما تتكون العبره ماشي الفرجه، باش الانسان ما يطمعش. هادشي ديال المسروقات الانسان ما كاينلاش يشريه، والانسان ما يطيقش في الخدام اللي معاه. اشوف المهم هذاك العساس مسكين تا هو اللي مات لقاوه ماشي من هذيك المنطقه، يلاه سكن حيت يلاه خدم عندهم جديد، مشاو للمراه ديالو تا هي تيسولوا فيها وداك الشيء. امتى سكنتو؟ قالت لهم ودي يلاه سكننا، حيت الراجل قالت لهم يلاه خدم هنا، دوز سي 5 ايام وجابني، كرينا واحد البويت ساكنين فيه، يلاه كانوا تزوجوا. المهم ما والداش معاه، هنا غادي يديوها معاهم باش تعرف على الجوج ديال هاد المستوى تاع الاموات. جبدوه ليها، شافتو المراه انهارت وبدات تبكي. تعرفوا انسان كيفاش تيولي في هذيك اللحظه هذيك. المهم اش غنقول لكم الخوت، قصه على العبره ماشي الفرجه، وقصه راه واقعيه. صيفطوا لي الاراء ديالكم الخوت والتعليق ديالكم والدعم ديالكم في هذه القناه هذه باش ان شاء الله تفعل، ونطلب من الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه الخير، ونودعكم حتى القصه اخرى او قضيه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.